يعود الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والذي أشعلته الحرب على إيران بالفائدة على الدول المنتجة التي لم تتأثر عملياتها بالنزاع الدائر في الشرق الأوسط بشكل مباشر. ومن بين هذه الدول الجزائر، عاشر أكبر منتج للغاز في العالم، والتي تحقق عائدات مهمة في ظل هذه الظروف. لكن رغم أن قدراتها على إمداد السوق الأوروبية تبقى محدودة، إلا أن الجزائر تحظى باهتمام فعلي من دول التكتل. وتسببت الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ 23 فبراير الماضي في تداعيات كبيرة امتدت بشكل خاص إلى سوق الطاقة العالمي، بعد تعرض مواقع إنتاج بمنطقة الخليج للاستهداف، وكذلك بسبب استمرار إغلاق طهران لمضيق هرمز الحيوي. وأدى هذا الوضع إلى إشعال أزمة طاقة عالمية خطيرة مع ارتفاع حاد في أسعار الوقود الهيدروكربونية المختلفة، حيث تستمر الأزمة منذ عدة أسابيع رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بحرب قصيرة، ما يؤثر بشدة على الإنتاج في دول المنطقة التي تعد من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم. ففي مطلع شهر مارس علقت شركة قطر للطاقة الإنتاج في مجمع الأصلافان الذي يمثل وحده حوالي 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم، أي 77 مليون طن سنويا، بسبب ضربات إيرانية. وفي ظل هذا الوضع يعود ارتفاع الأسعار والطلب على النفط والغاز بشكل غير مباشر بالنفع على الدول المنتجة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، وكذلك الجزائر الشريك القريب والاستراتيجي للاتحاد الأوروبي فيما يخص إمدادات الغاز، حيث تعتبر الجزائر من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في إفريقيا والعاشر على الصعيد العالمي، وهي تستحوذ على نحو 12% من إجمالي واردات الغاز إلى أوروبا. وفي هذا الشأن تعتبر الجزائر شريك قريب بالغ الأهمية بالنسبة إلى أوروبا، خصوصا بفضل خطي أنابيب الغاز الجزائريين ترانسميد وميد غاز، اللذين ينقلان الغاز مباشرة نحو إيطاليا وإسبانيا عبر البحر الأبيض المتوسط. كما أن الخطين المؤلفين من أجزاء برية وأخرى تحت مياه البحر يوفران ميزة كبيرة لكونهما يقعان خارج مدى الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية. ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا لجأ الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكته مع الجزائر في قطاعات الغاز والهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة بهدف تأمين إمداداته ودعم التحول الطاقوي. الأوروبيين يرون في الجزائر شريكا موثوقا لأنها لم تستغل مسألة الطاقة يوما لتحقيق مكاسب سياسية، حتى إبان أسوأ فترات التوتر مع فرنسا، في إشارة إلى الأزمة التي نشبت بين البلدين منذ اعتراف باريس بخطط الحكم الذاتية المغربية لحل نزاع الصحراء الغربية. وفي هذا السياق وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء إلى الجزائر، حيث استقبلها الرئيس عبد المجيد تبون في قصر المرادية. وكان وزير الطاقة الإيطالي قال يوم الجمعة إن الجزائر من الدول التي تجري بلاده محادثات معها لتأمين إمدادات الغاز، بعد أن أوقفت الضربات الإيرانية على قطر صادراتها لفترة قد تطول. وأضاف أن شركات الطاقة الإيطالية الحكومية تجري محادثات مع موردين من الجزائر والولايات المتحدة وأذربيجان لتلقي المزيد من الغاز. وعادة ما تغطي الواردات القطرية من الطاقة حوالي 10% من الاستهلاك الإيطالي، لكن الدوحة أبلغت شركة إديسون الإيطالية بعد الهجمات الإيرانية بأنها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية لشهر أفريل. وقال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة إن توقف الإمدادات سيستمر لفترة أطول على الأرجح، بعد أن تعرضت منشآت الغاز لأضرار فادحة. من جانبها قالت مجموعة إيني للطاقة التي تديرها الدولة الإيطالية وأبرمت مع الجزائر عقودا طويلة الأجل إنها تتلقى كميات وفق شروط العقود الحالية. وأصبحت الجزائر من أكبر مصدري الغاز لإيطاليا منذ أن عملت روما على إيجاد بديل للغاز الروسي بعد بدء غزو موسكو لأوكرانيا في العام 2022، وهي تغطي حاليا حوالي 30% من الاستهلاك السنوي للغاز في البلاد. كذلك شهدت الصادرات الجزائرية من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا ارتفاعا محسوسا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، حيث قفزت من 265 ألف طن بين أوائل ومنتصف فبراير لتبلغ 462 ألف طن في الأسبوعين الأولين من شهر مارس بحسب وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن. إلا أن القدرات التصديرية للجزائر تبقى محدودة وفقا لخبراء، فرغم أن الجزائر لها إمكانية رفع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، إلا أن خطيها من أنابيب الغاز الموجهين إلى أوروبا يعملان أصلا بكامل طاقتهما.
وفي هذا الإطار فالجزائر لا تمتلك الكمية الكافية ولا البنى التحتية الضرورية لتكون بديلا لقطر. الجزائر لديها موارد هائلة غير مستغلة والتي يتطلب استغلالها استثمارات ضخمة ستستغرق عدة عقود. وفي أواخر فبراير أعلنت شركة سوناتراك الجزائرية العملاقة عن خطة استثمارية طموحة لتعزيز أعمال الاستكشاف وتحديث بنيتها التحتية في مجال الطاقة تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليار دولار، ثلث قيمتها عبر شراكات دولية. تسعى الجزائر عبر هذه الخطة إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز من 100 إلى 200 مليار متر مكعب بحلول العام 2030، ما يعادل الإنتاج الحالي لدولة قطر، أي ثالث أكبر إنتاج في العالم. وسيمر هذا الجهد أيضا عبر استغلال حقول الغاز الصخري في مناطق صحراوية بجنوب البلاد، وهي من الأكبر في العالم وورقة استراتيجية كبرى في يد الجزائر التي تتفاوض مع المجموعتين الأمريكيتين شيفرون وإكسون موبيل للاستفادة من رؤوس أموالهما وخبراتهما التكنولوجية.